السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا فيديو اليوم، فيديو جديد خاص بالبشره ان شاء الله. بسم الله نبداو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. خوتي خواتاتي حباباتي صحاباتي مهمتي الغاليات، اليوم جيت لكم بواحد الوصفه جديده. وصفه اليوم هي وصفه خاصه بالبشره، وغنتكلم لكم على واحد النبته اللي غانيه على التعريف. واحد النبته اللي هي زوينه، وجميع الوصفات ديالها ناجحين 100%. وعن تجربه، يعني انا ما كنحط لكم شي وصفه ديال الوجه ولا شي وصفه ديال الشعر حتى كنكون مستعملاها مره وجوج وثلاثه وكنعرفها وافقتني على اللي كنحطها لكم، حيت المتتبعين ديالي عزاز وغالي ما نقدرش نحط لهم شي وصفه انا ما مجرباهاش وما موافقانيش. وواحد المعلومه البنات، راني ما كنحط لكم الوصفه حتى كنبحث عليها مزيان وكنعرفها واش كتصلح ولا ما تصلحش، واش كتوافق ولا ما توافقش، عاد كنحطها لكم. ما نقدرش نحط للمتتبعين ديالي شي وصفه اللي انا ما بحثتش عليها وما مسولاش عليها وما متاكدش منها ناجحه. المهم البنات، وصفه اليوم بواحد النبته، الفلويره، الويفيرا. سمحوا لي خوتي كتلف لي السميه ديالها. المهم ها هي الويفيرا، ها هي راها يلا محيدينها، باقا تبارك الله كما كيقولوا دمها على خدها. ها هي راه فتيه، حيت هاد الرويسات هادو ها هما يا البنات. المهم كما كتشوفوا معايا البنات، هاد الويفيرا راها كتصلح لجميع الوصفات، وصفات ديال الوجه، وصفات ديال الشعر، المهم جميع الوصفات. اي وصفه فيها بزاف الا جيتي تبحثي عليها كتلقايها كتصلح لجميع الوصفات ديال الوجه. واليوم انا جيتكم بواحد الوصفه اللي هي فيها ثلاثه اشكال. جيتكم هاد الوصفه تاع اليوم، غدا نوريكم هاد النبته هذه. الوصفه ديال اليوم غندخل فيها تقشير، وغندخل فيها ماسك، وغندخل فيها ماساج. يعني غنعطيكم اليوم معلومه على هذه النبته، ثلاثه طرق غندير لكم في هذا الفيديو ان شاء الله. نختصر لكم، ما بغيتش كل نهار نحط لكم حلقه، بغيت عاد الحلقه اليوم غندير لكم فيها ثلاثه الاشكال ديال الاستعمال ديال هذا الويفيرا. المهم البنات، نتوما عارفين الويفيرا لاش كتصلح، وبلا ما غنبقى نشرح لكم نطول لكم على الفيديو. ها هي هذه، وخليكم معايا تندوزو الطريقه ديال الماساج. هي الاولى غنبداو بطريقه الماساج، هي الاولى. هانتوما معايا البنات. المهم البنات، غناخذ الويفيرا، غادا نقطعها، ناخذ على القياس اللي غادا ندير به الماساج. غنحيد دوك الشويكات اللي في الجناب كي كتشوفوا البنات. غادا نقسمها على جوج باش داك الجيل ديالها هو اللي غندير به الماساج. المهم البنات، هانتوما هذا هو الجيل ديالها، ها هو راني دابا مقطعاه. المهم ندوز نوريه لكم، راني مقطعاه وهازه داك الجيل الوسطاني ديال الويفيرا، وغنخبيه. غادا نحتفظ به بالثلاجه، غنديرو شي سوبيره ولا شي حاجه، وغادا نحتفظ به في الثلاجه. هذا هو الجيل ديالها. المهم البنات، راه زوين يوميا تبقاي ديري به ماساج ولا ديري به ديري تقشير، ديريه ماسك. المهم كتحتفظي به، كتبقاي في الثلاجه زوين. هانتوما البنات، دابا غادا ندوز ندير ماساج لوجهي، ماساج خفيف باش ما نطولش عليكم الفيديو. انا عندي التجاعيد هنا تحت العينين ديالي، كنجر اللور، كنجيب من عند النيف ديالي وكنجر اللور هكا. هانتوما البنات، وكنجي هنايا وكنطلع هكا، وهنايا كنهبط.
كنبقى ندير في الماساج حتى داك الجيل ما كيبقاش كينشف، داك الماء كله كيشربوا الوجه ديالي. وهنايا البنات انا دايره الزيف، طلعوا بحال ما هكا وتجروا الكواعيه، طلعوا من النيت من هنايا وتجروا لهاد الجهه، طلعي وتجري هنا حيت انا دايره الفولار من هنايا. المهم هذا هو الماساج. وغادا ندوز نوريكم كيفاش ديروا التقشير بالويفيرا ومايزينا. دابا البنات غادي نوريكم كيفاش ديروا التقشير بالمايزينا والويفيرا. اللي ما عندوش المايزينا البنات ياخذ البودره ديال الروز، راه معروفه البودره الروز مطحون معروف، كيبيض الوجه، كيحيد النمش، كيخلي الوجه ابيض مرايه. المهم دابا البنات غادا ندوز ناخذ الويفيرا غنحطها في المايزينا هكا، هانتوما البنات نحطها في المايزينا تتهز ليا المايزينا، داك الجيل ديالها يهز المايزينا. وكنبدا كندير في التقشير لوجهي، كنديرو دائري. غايقول لك البنات مايزينا كتنشف الوجه، مايزينا الا درتيها بوحدها اللي كتنشف الوجه. هذا الجيل ديال الويفيرا راه هو اصلا كيزلق، ما غاديش يخلي الوجه ينشف. هانتوما البنات مايزينا، خذوا المايزينا البنات ديال الذره، هي اللي كتكون زوينه البشره. ديروا التقشير لوجهكم كيخرج زوين، وديروا دائري، ديما خدموا دائري. كتبقاو البنات كديروا دائري، تخدموا دائري في البشره ديالكم، كتخدموه حتى داك اللب كينشف، ما كيبقاش يطلق داك الماء ديالو، باش ياخذ لابو ديالك تاخذ المفعول. هانتوما البنات انا درت دابا هاد التقشير، المهم البنات هذا هو التقشير ديالي، درتو بالويفيرا ودرتو بالنشا، ما درتش الجبهه ديالي مع دايره الفولار. المهم البنات هاد الويفيرا ما نقولش لكم عليها، فيها وصفات ديال الوجه غزالين وكلها مفعول البشره، وكتخلي الوجه مرايه وطاحت لي على صدري. المهم البنات ننصحكم حيدوا العجز ونوضوا ديروا ماسكات لوجهكم. هاد النبته هادي راها غزاله تبارك الله، وراها معروفه. دابا اللي قلتي لي الويفيرا اش كتصلح كنصحك بها، وكيقول لك راها مزيانه لاي حاجه كتصلح. ان شاء الله الرحمن الرحيم. من بعد غنحط لكم فيديو على وصفه ديال الشعر بهاد الويفيرا، نحط لكم وصفه ديال الشعر بالويفيرا حتى هي تتنبت الشعر. المهم خلي هذاك الوصفه ديال الشعر تنشرح لكم ان شاء الله في الفيديو. المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم، كان خاص بالماساج. وماساج هذاك الماساج راه نفسه ماسك وماساج. والتقشير البنات معاه هو بدا كيكرم. دابا غادا ندوز غادا نماسي شويه بيديا باش ديك مايزينا ما تبقاش لاصقه في وجهي، وندوز نغسلها بالماء بارد. شوف البنات بدا كيتقشر، هانتوما البنات بدا كيتقشر. المهم البنات هانتوما معايا تنغسل وجهي وتشوفوا كيفاش خرج لي التقشير.
هانتوما البنات انا غسلت الوجه ديالي بعد ما درت ليه التقشير. هانتوما هو باقي فيه الماء ودوز نطفى. نتوما البنات بعدا المهم شويه راه كتبان النتيجه. المهم البنات هذا هو الفيديو تاع اليوم. كان خاص بوصفه ديال الوجه مع النبته ديال الويفيرا. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تفرجوا فيه حتى الاخر البنات باش تكون الفائده وتاخذوا الوصفه كما هي باش ان شاء الله تكون النتيجه. وما تنسونيش احبابي من واحد لايك والاشتراك، وشكرا على الدعم ديالكم، وباي باي عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد.